لان واحد ما يحبش يشوف حد من اهله في المنظر ده، يعني ان هو مش لاقي كرسي او مش. ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، ازيكم يا اصحابي، حبايبي، اخواتي، عاملين ايه؟ طبعا الحمد لله رجعت اصور. ان شاء الله الحلقه دي هتبقى مختلفه عن يعتبر بقيه الحلقات كنت بعملها قبل كده. حلقه يعني هتبقى مش لطيفه، هنشوف حلقه مختلفه بحيث ان احنا كل الفيديوهات اللي فاتت كنا بنعمل مقارنات، بس المقارنات بنحس بنظهر الجانب الحلو سواء هنا في البلد هنا مصر او المغرب. نرجع نعمل مقارنات مصر والمغرب بقى تاني. دلوقتي بنظهر الجانب للاسف الوحش او الجانب اللي محتاج شغل، الجانب اللي محتاج اهتمام، المستشفيات والكوارث والحاجات الفظيعه اللي بتحصل في المستشفيات سواء هنا في مصر او في المغرب. غير طبعا يعني التعليم. احنا قلنا بس ايه، يعني انا جات لي برضو الفكره دي من شويه بس كنت خايف منها بحيث برضو الفيديو مش هيعجب الناس ممكن للاسف تشتمني. اتمنى لو اي حد مختلف معايا اكتب لي في الكومنتات، قول لي مختلف معايا في ايه. انا بحاول يعني الفيديو مختلف بحيث مش كل الفيديوهات هنبقى حلو وكل الفيديوهات تبقى مثلا نبرز زي ما قلت لكم المميزات، لا في عيوب برضو ولازم نبرزها ولازم نوضحها سواء هنا او هناك. وهنشوف مع بعض، واتمنى الفيديو يكون عجبكم وفيديو برضو ينوركم وفيديو يفيدكم زي ما هو فادني الصراحه وانا بجمع وانا بحضر الفيديو كده. قعدت اشوف برضو فيديوهات هنا هنا في المغرب او في مصر، كوارث المستشفيات هنا وهنا، حاجات يعني ايه. يا رب اتمنى انها ان شاء الله تتحل، والبنى في اي دوله اتمنى الصراحه الصح البنى يبقى صح سواء هنا او هنا. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم ويلا نبدا. نبدا الاول مع الفيديو بتاع مصر، وجبت برضو فيديوهين هنا وهنا هنا وهنا وقت الفيروس او الكوفيد، يعني عشان نبقى فاهم مقارنه تبقى ايه. نشوف هنا المستشفيات كانت بتتصرف ازاي. اكيد طبعا في مواقف كتيره المستشفيات كانت بتتصرف صح، بس طبعا دي من الحاجات اللي ظهرت قوي وقت سواء يعني مش في مصر والمغرب بس، يعتبر مش اغلبيه دول العالم، يعتبر في كل دول العالم العيوب ظهرت او الحاجات بانت بسبب ان ناس كتير كانت بتجيلها الفيروس، ناس كتير كانت بتتعب، فناس كتير كانت بتروح المستشفى، فما بتلاقيش اي المستشفى ما بقاش فيها سعه كبيره انها تستقبل اعداد كبيره. وده المفروض اللي كانت المستشفيات او الحكومات بتاعت اي دوله في العالم تبني عليه، ان هي تحضر لاي كارثه زي الكارثه دي. ما فيش الا بتوع التمريض. مأساة جديدة يستيقظ عليها المصريون. لم تمر ساعات على مأساة مستشفى زفتة حتى تكررت الفاجعة ذاتها في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية. من جديد يغزو الموت غرفة العناية المركزة حيث يعالج المصابون بفيروس كورونا. أما السبب فهو ذاته انقطاع إمدادات الأكسجين. ثوان قليلة فقط ذاك ما نقلته الصور. يعني اول مشكله دلوقتي انقطاع الاكسجين، وده برضو هنشوفه مع بعض برضو في الفيديو بتاع المغرب. برضو حصل وقت الكورونا للاسف، لان الكورونا بتاثر على الرئه وكده، فمحتاجين اكسجين وحاجات كده. فدي من الحاجات اللي كانت ناقصه قوي في المستشفيات كتيره قوي قوي قوي، سواء هنا برضو او في اي حته في العالم، مش شرط في ما يجري خلف جدران ما يفترض أنه مستشفى مجهز انا فاكر كانت في فيديوهات من بريطانيا ولا حاجه، ناس بتشتكي بتقول، او في اسبانيا حاجه دوله من دول اوروبا او فرنسا ايا كان، كانوا يا جماعه بيشتكوا مفيش اماكن. مثلا امريكا، بس امريكا ما اثر فيها بس مش قوي. دول اوروبا كتير قوي اتاثرت، وشوف فيديوهات من كل حته من اوروبا، ناس بتشتكي، ناس تقول مفيش سراير، ناس كانت بتصرخ حرفيا. فالصراحه برضو اوروبا دول كتيره برضو كانتش على قد الاستيعاب، بالذات برضو ان هو انفجر قوي في انهي دوله، في دول معينه مش فاكر والله عشان بقالي كتير ما بشوفش حوار الاحصاءات الكورونا وكده، بس كان فظيع. إشراف حكومي لعلاج مصابي فيروس كورونا، لكنها كانت كاشفة لحالة الرعب والعجز تقيد الطواقم الطبية في المستشفى، وهي تحاول إنقاذ المرضى بوسائل بدائية وسط أجساد هامدة لآخرين قضوا اختناقا. حتى باتت هناك سوق سوداء داخل مصر لبيع أسطوانات الأكسجين لمن يقوى على دفع ثمنها. وبينما أمرت النيابة المصرية بفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على سبب وفاة المرضى، أنكرت السلطات الصحية وجود تقصير أو نقص في إمداد الأكسجين أدى لوفاة الضحايا. ومما تطلع تقول مش عارف ايه الاكسجين، تلاقي الوزيره، يعني ما شاء الله يا جماعه، وزاره الصحه المصريه دي كل ما شاء الله بيحبها جدا والله، يعني بهزر طبعا. يعني وزيره تحس انها مش كفء، وزاره الصحه المصريه يعني عشان انا مش متابع قوي، مش هقول لكم في التفصيل لان مش متابع قوي، بس صراحه بلاقي تاثيرات ومن كلام الناس كتير بشوف وبعرف، الاقي وزاره مش عارف وزير الصحه او وزاره الصحه المغربيه نفس الحاجه ولا لا. بس هنروح دلوقتي على الفيديو بتاع المغرب وهتلاقي نفس الكارثه اللي هنا، نفس الكارثه هنا. في الأسبوعين الأخيرين شهد المغرب انتشارا غير مسبوق لفيروس كورونا، خاصة بعد فترة عيد الأضحى، وتضاعفت الأرقام. فبدأت التساؤلات، هل هي بداية انهيار السياسة الصحية للحكومة
ما غذى هذه التساؤلات هي الصور والفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. فمن مستشفى ابن زاهر في مراكش والمعروف باسم المأمونية، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الذي سنعرضه، الذي صدم كثيرا من المغاربة للحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاع مرضى كوفيد-19. نشاهد. هانتم عباد الله الماكله فين كتحط المالين كوفيد، هانتم الباب، هانتم شوفوا الماكله فين كتحط المالين كوفيد اللي كيعانيو من المرض. شوفوا هادشي في بنوزور، هادشي في المامونيه، ها شوفوا الناس كيعيشين، ها شوفوا الناس فين عايشين عباد الله، شوفوا عباد الله. طول دلوقتي ان مفيش كهرباء ولا اكسجين في المستشفى يا جماعه. الله هادشي زعما عباد الله، هادو راه بنادم تيقول لك النفسيه كتلعب دور. ها شوفوا البركاسات ما كيتخواوش، ها انتم شوفوا عباد الله الناس كيعايشين. الأكثر من ذلك هو هذا المشهد لما قيل في التسجيل إنه جثث مرضى توفوا بسبب فيروس كورونا وتركوا على حالهم. الناس ميتين ورامينهم، ها عباد الله ميتين ومرميين هنايا، ها انت الناس ميته ومرميه. للاسف نفس اللي حصل عندنا وناس مرميه يا جماعه. وطاقم الممرضين في الفيديو الاول بتاع مصر لو تلاحظوا كانوا بيحاولوا مع المصاب، بس للاسف برضه مات برضه بسبب ايه؟ مفيش اكسجين. والكهرباء دي بقى يعني دي حاجه برضه غريبه، الكهرباء في المستشفى دي في الفيديو ده زي الكهرباء مش موجود، يعني دي كارثه يا جماعه. ها شوفوا الوسخاف، الزبله باريات ما خدامينش، ما ديرش لهم الضو، ما كاينينش البريزات في السبيطار. إذا كان هذا داخل المستشفى فما بالك بما هو خارج أبوابه. مثلا هذه الصورة صور من المأمونية لمرضى كوفيد-19 يفترشون الأرض ولا أحد يستجيب لهم بحسب منشورات راجت من مراكش في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأوضاع مشاهدينا حركت الحكومة في الرباط، والتي أرسلت على الفور لجنة للبحث فيما يتم تداوله بشأن انتشار. فاهم؟ ارسلت لجنه البحث فيما يتداول فيه ايا كان. احلى حاجه ان الصحه او الحكومه بتيجي عندنا مثلا نقول ايه، بتيجي بعد خراب مالطا، يعني بعد ما المشكله تحصل، بعد ما المصيبه تحصل، بعد اي حاجه تحصل تلاقي مثلا الحكومه تيجي، تلاقي الصحه ومسؤولين الصحه يجوا مثلا في مشاكل المستشفيات دي. حاجات غريبه يا جماعه، حاجات غريبه. واتمنى الصراحه ان هي دي يبقى الاهتمام الاول ليها، للصحه والتعليم اهم حاجه. بعد كده بقى تيجي بقى الكماليات، مثلا لما اشوف طرق او كباري او تلاقي فنادق او تلاقي ايا كان سواء في مصر هنا او في المغرب هنا، الاهتمامات تبقى بالاولويات. واتمنى اتمنى الحاجات دي، لان واحد ما يحبش يشوف حد من اهله في المنظر ده، يعني ان هو مش لاقي كرسي او مش. فاتمنى يا رب يا رب يا رب يا رب يعني الحكومات تبقى اهتماماتها الاولوياتها زي ما قلت للصحه والتعليم، وان شاء الله باذن الله الدنيا تتحسن ان شاء الله باذن الله. واتمنى الفيديو ده وجهه نظر، ومحدش يا جماعه يبقى متعصب او يخش، لان انا لو تشتم انا نفسي ارد، لان انا اليوتيوب بيمسح الشتايم، فانا بعمل لك هايد يوزر، او حد مثلا هيغلط بعمل لك هايد يوزر وبريح دماغي. لو عايزين نتناقش تحت يا جماعه في الكومنتات، بس محدش يغلط، لان الغلط مفيش اسهل منه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي برضه تعملوا مقارنات على ايه تاني، ونشوف مثلا مقارنه بحيث نبين عيوب ايا من الدولتين او من العالم العربي او ايا كان. فان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي، مش عارف هيكون عن ايه بس هنشوف. يعني لو عندكم اقتراحات اكتبوها تحت في الكومنتات. بس كده، خلينا عليكم، سلام.